مش هتصدقوا الدكاترة لقوا ايه في مخ المريضة دي. قصة مقرفة شوية بس حقيقية. سيدة عندها 64 سنة ساكنة في ضواحي أستراليا. راحت المستشفى بتشتكي من مغص وإسهال. بعدها بكام شهر الأعراض برضو لسه مستمرة وضيف عليهم نسيان وإحساس بالإحباط. الدكاترة مش عارفين كانت ايه المشكلة، نقلوها المستشفى في العاصمة الأسترالية كامبيرا، وهناك عملوا لها رنين مغناطيسي على المخ عشان يعرفوا فيه ايه. اكتشفوا وجود شيء غريب ما كانوش قادرين يحددوا قوي هو ايه، موجود في الفص الأيمن من المخ. التخمين كان انه غالبا ورم، وبالفعل المريضة دخلت العمليات علشان يشيلوا الشيء دوت اللي كانوا فاكرين انه ورم. لكن الدكاترة ما لقوش ورم، بالعكس، لقوا دودة عايشة طولها 8 سنتي ولسه بتتحرك جوه المخ. تخيلوا. طبعا الجراحين كانوا مذهولين، حاجة غريبة، صعقوا. عمرها ما اتشافت قبل كده ولا اتنشر عنها قبل كده في المجلات العلمية.